السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بزاف كيسولوني كيفاش شي محلات كيبيعوا الزيت اتاي والشوكولاط ماركه معروفه بقل من نص الثمن. اليوم غادي نديكم المنبع السري ديال ديستوكاج المواد الغذائيه في كازا. غادي نوريكم مخازن كبار كيتعاملوا بالليكيداسيون والسلعه اللي قربات تخرج لاطات ديالها. وجد ورقه وستيلو، هاد المعلومات هي الساروت باش توفر وتبدا المشروع ديالك وتبقى ديما رابح. اول محطه هي درب عمر، وبالضبط زنقه العقر زنقه الاوراق قصريه السعاده. هاد البلاصه هي البورصه ديال المواد الغذائيه. السر هنا هو تسول على التجار اللي كيديروا الليكيداسيون. الهمزه غادي تلقى السلعه مستورده، بسكويت والشوكولا المعلبات اللي بقات ليها 4 شهور او 5 شهور وتسالي لاطات ديالها. تما الثمن كيولي للبيع بقل من ثمن التكلفه باش يخوي الستوك. المحطه الثانيه هي المنطقه الصناعيه ديال عين سبع، تما فين كاين مستودعات كبار ديال شركات التوزيع اللي ديستريبيتور. قلب في الزنقات اللي ورا مرجان عين سبع، كاينين اللي ديبو صغار تابعين لشركات التوزيع كيبيعوا السلعه اللي الكرتونه ديالها تقطعت او المضروبه اللي كتسمى برودوي اكسيدونتي. السر هاد السلعه كتكون الجوده ديالها 100%، ولكن حيت لومبالاج تضرب ما يمكنش يحطوها في السوبر ماركت، فكيبيعوها الحريفيه باثمنه خياليه. الا بغيتي السلعه ديال ديستوكاج بالكميات الكبيره، الوجهه ديالك هي تتمليل وبالضبط الجهات اللي قريبه من المجازر القديمه. العنوان تما كاينين مخازن كبار كيشريو الستوكات ديال المعامل اللي سدات او الشركات اللي بغات تبدل الديزاين ديالها او دارت فايت. غادي تلقى مواد تنظيف الزيوت والعجائن باثمنه ناقصه بزاف على الهري العادي. السر هو تشري بالباليطه باش تاخذ احسن ثمن. ما نساوش حي الفرح، وبالضبط الزنقات اللي قريبه من شارع الفداء، تما كاين تجار قدام كيديروا الديستوكاج ديال الحبوب والقطاني. هاد البلاصه معروفه بسلعه الميناء، السلعه اللي جايه من الميناء احيانا كيكونوا هميزات في السكر اتاي او القطاني المستورده اللي كتحط باثمنه خياليه، الجمله ديال الجمله حيت داخله بكميات كبيره. قبل ما تمشي تشري وتقلب، خذ 3 القواعد باش تطبقهم. لاضات ديما قلب تاريخ الصلاحيه، السلعه اللي بقات ليها اقل من 6 شهور خاصك تكون عارف فين غادي تصرفها دغيا دغيا، مثلا اصحاب القهاوي او المحلات اللي عليهم الزحام. ستوك التخزين، السلعه ديال ديستوكاج حساسه خاصك الديبو يكون بارد وما فيهش الرطوبه، حيت السلعه الا قربت تسالي لاضات ديالها دغيا كتغمال وما كتبقاش خدامه. لومبالاج كما كنقولوا ديما قلب السلعه من الداخل، واخا الكرتونه مضروبه تاكد باللي السلعه لداخل محميه وما محلولاش. كنتمنى هذه الجوله في عالم ديستوكاج ديال الماكله تكون فادتكم. الا بغيتو نديكم لشي مستودع من هادو ونصور لكم السلعه ومباشره، وصلوا الفيديو ل 5000 لايك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع شي واحد باغي يترزق الله. نشوفكم في الفيديو الجاي، اتهلاو.